بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. مبدئيا الفيديو ده من رمضان، ماشي. جوزي قال لي حد يعمل كشري في رمضان، قلت له انا عندي هنا بقى ايه، مكرونة اقلام، مكرونة سباكيتي، مكرونة هلالية. يلا بينا. عندي هنا التسبيكة بتاعت الصلصة بتاعت الكشري، طبعا فصين توم مقلياهم وعليهم الصلصة بتاعت الطماطم. وعندي العدس، شوية كمون، شوية ملح، واحطه يتسلق. وعندي البصل بقطعه جوانح وبرشله شوية كمون وشوية فلفل، وبديله تقليبة مظبوطة كده عشان اطعم البصل نفسه. شايفين البصل عامل ازاي؟ بحب اطعم البصلة نفسها. وطبعا انعمل شوية رز بشعرية كده حلوين. يعني انا كنت محتارة على الفطار فطلعت في دماغي وطلبت معايا كشري. طبعا بقى ايه، خلصنا الرز وحطينا المكرونة تتسلق. شايفين البصل عامل ازاي؟ طبعا هنحط بقى ايه، الدقيق على البصل زي ما انتوا شايفين كده، معلقتين 3 4 كده حلوين دقيق. انا بحب اكترله عشان يتشرب من الدقيق حلو. ومعلقة نشا. النشا هي اللي بتخلي الكشري بتاعك او البصلاية بتاعت الكشري مختلفة. عايزة تاكلي كشري مظبوط، ظبطيه. طبعا كده المكرونة اتسلقت وطلعتها، حطيت لها ايه، صفيتها، حطيت لها شوية زيت تتشوح او تتشرب، مش بحب اسيبها كده. شايفين الدقيق بعد البصل بعد ما شرب الدقيق، بعمله كده، باكله كده في صفاية علشان ما اخليش فيه دقيق. وطبعا كنا طبعا عاملين عصير بقى ايه، بلح وجواف. وادي البصل مفهوش ولا دقيق ولا حاجة عشان انا منفضة الدقيق اللي فيه. انا كان نفسي الصوت بتاع البصل يفضل عشان تبقوا سامعينه. طبعا هنا هنغرف ايه، طبقة مكرونة وطبقة رز بشعرية زي ما انتوا شايفين. وهنحط بقى ايه، الصلصة. الكشري كان بتاعنا كان بسيط ومش مكلف وتغيير في الاكل. وحطينا طبقة الصلصة والعدس. وطبعا ايه، شوية البصل المقرمشين المتبهرين المتبلين دول بمزاج. البصل ده لو فضل لتاني يوم كده بيفضل مقرمش كده زي ما هو. شايفين طبق الكشري عامل ازاي؟ طبعا احنا عارفين في حاجة صينية واسعة. وادي طبق الكشري بتاعنا وادي الفطار بتاعنا. يا رب يكون عجبكم فطار اخر يوم في رمضان بتاعنا. كان تغيير بس مش اكتر. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله. اللهم بلغنا رمضان.